شباب شلونكم شباب بخير. طبعا اليوم راح اسوي ريفيو لهذا للثراست ماستر T80 ريسنج ويل اللي هو سكان البلاي 4 او بلاي 3 يشتغل على اثنيناتهم. طبعا انا من زمان هذا كان عندي الستيرن بس قلت خل اسوي له ريفيو لانه مو هو ناس عندها منه. وطبعا اشتريت هذا بوقت من زمان اشتريته بورقة ونص. هسه الاقسام بهواية بسويتش تحول من بلاي 4 لبلاي 3. هاي هي هذا هو الستيرن مثل ما تشوفون، وهاي يجي وياك بريك وبنزين يجي وياه. وطبعا تقدر تشتري جير وهالسوالف البضائع بس ما يحتاج، هو بيدقم منصفح. طبعا ايش يتشكل على الميز من هنا تحط هذا الميز ببرغي من جوا تشده تقدر عليه حسب ايش قد ضاب ما تريده. بهاي الدقام اللي راح اشوفكم اياه بعد بدقامها من هنا بس ما نطلعها بالصورة. هاي هي يعني معلومات عليه شارح عليه، بس هي السوالف اللي تجي وياه البنزين وبريك. هذا برغي وهذا تحطه من جوا عمود يتشكل بالميز، او انت شو وين تريد تحطه حسب ما انت تريد، بس مفضل تصوري اكثرهم حيحطوه على الميز لانه ماكو غير مكان تحطه عليه. هذا هو الستيرن هشكل شكله تقريبا، راح اشوفكم اياه هسه بالفيديو. هذا بس البوكس مالته مثل ما تشوفون فوق صورة مال البنزين وبريك حاط لك اياه، يعني من هنا حاط لك صورة الستيرن. وهاي الدقم همين بيه من هنا. هسه راح اشوفكم اياه، راح اشوفكم جيم بلاي همين للجي تي اي وهاي شلون شغله على الجي تي اي ويعني اي لعبة تدعم الستيرنج ويل تختلف هنا شوي. فيلا خلينا نبلش. طبعا شباب مثل ما تشوفون هذا هو الستيرن، هاي الدقم بيضة اشوفكم اياها واحدة. هذول اثنين عن صفحة تكون. هاي هي الار 3 وهاي ار 2، هاي اللي هي L2 وهاي هي L3، وهاي هي الاكس ودائرة وشي عندك يا هنا. عندك هاي الاسهم من هنا بس التاتش باد ما حيكون عندك بيها. هاي دقمة من البلاي ستيشن اللي شغالة منها، هاي اوبشنز وشير هم بي. وعلم مال البلاي ستيشن اللي مو دقمة بس علامة. طبعا يختار منها ونسيت اقول لكم اللي هاي الدقم منها داون، وهاي اللي هي هاي داون وهاي اب اللي هاي تقدر تصعد بيهم بريك وبنزين. العفو اقرب اقدر من هنا ما عشان اشوفكم اياها بالضبط، بس هي هنا وياها مثل ما تشوفون. هاي هي الاخرى اللي هي داون مكتوب عليها بس ما ادري بينكم شو واضح هسه. فمن هنا مكتوب عليه ثراست ماستر، وهذا هو يعني مثل المقام الستيرن شي. هنا انا حاطي لك ثراست ماستر واسمه ستيرنج ريسنج ويل يعني العفو. فهنا يتشكل مثل ما تشوفون مكان مال برغي. هاي العام كنت احكي عليه ما اعرف اذا صورته زي لولاين كنت ابع عليه. المهم هاي هي المكان اللي يدخل فيها البرغي، وهذا هو البنزين وبريك. راح اشوفكم همين جيم بلاي بي. هذا من نارين برجلك طبعا مو بيدك. المهم هاي هي اللي تتشلب بالميز، راح اشوفكم شلون تشلبوه بالميز. وهذا هو البرغي اللي يجي وياه. طبعا تشكيله مالته كلش سهله، راح اجيب فد ميز واشوفكم عليه فد شي يعني كلش بسيط. وطبعا هو مو وايرلس يحتاج لواير، يعني مثل نوعين شغله كانه هو مثل يعني يشتغل على طريقة اليلدة اللي هي مال بلاي 4، لأنه اكو قسم يعني لعبات ما تدعم اللي هي بيها سيارات بس ما تدعم يعني الستيرنج ويل وهالسوالف، بس يعني اكو قسم تدعمها واكثرها من السباق تصور تدعمها. ما فاهم جرب على درايف كلاب تدعمها بس جي تي اي ما تدعمها. فانا راح اشوفكم اياها اثنيناتهم مال الجي تي اي ودرايف كلاب، فان شاء الله حيعجبكم. ويلا خلينا نبلش. طبعا مثل ما تشوفون شباب هسه جبتها وجوز فد ميز خليتها عليها. هي كل الاشياء مثل ما تشوفون البرغي مال بنزين وبريك وهاي والستيرنج هاي ثبتها هي. صراحة اشوفكم شلون خلي الكاميرا في مكان. هاي الاقراص اللي عندي اللي يحب يضيفني باتل فيلد هاي المهمة جي تي اي كول اوف ديوتي درايف كلاب وفي فيس قديمة هاي ما نبدلها درايف كلاب راح توقع كلها طبعا. خلي اوقف التصوير حط الاقراص على صفحة وشوفوا شلون تسووه. خليها في المكان عم اقدر اوقفه. ويلا خلينا نبلش. طبعا مثل ما تشوفون شباب هسه راح نبلش ناخذ الستيرن. طبعا هو الواير ماله يعني
معقول. هاي اول شي نشيلها ونشوفكم شلون بعدين. شيلها هاي تحطه بهالشكل. طبعا اكثر اليوزر راح تقدر يعني تاخذه لانه هذا قسم ما حد تثبت عليه انه بيها فد شي من جوا، ما راح تقعد عليه عادي تجيب لك اي منزل اكثر بس راح تاخذ الخاف. هاي هي ما اعرف اذا تسوي فوكس عليه ولا حاطه في المكان. هاي هي القطعة تاخذها اول شي تحط بيها البرغي اللي هو هذا، تخليها بيك وتخليه من جوا، خليه كاميرا غير مكان عم تقدرون تشوفون. هاي هي بعدين بس تربطها بالهاي، خلي البنزين والبريك خليها في المكان تقدرون تشوفون. فيلا وقف. طبعا مثل ما تشوفون شباب بس مكان احسن مثل ما قلت خليه هنا. طبعا تبعك على عليكم يجي جوا خليه هيج، بعدين تخلي البرغي هاي القطعة مثل ما شفتكم اياه. هاي القطعة ايش تصير، ولازم تشوف مكان الزرف بس اول شي ثبته بعدين قاعد عادي ما تقدر تثبته هالشكل يعني طلع برا بس خليه اسهل راح يكون يعني ما حتشوف الزرف. راح يصير عندك فتشي هالشكل بس تخليه بعدين تبعك على الواير لين ينقطع بعدين. اذا نام جدا قوي حتخليه هالشكل راح يصير بس تشده بعد ما يحتاج واحد يساعدك. ومدي ينشد هسه هاي بعد خلاص يا بس صعوبة بهينه يحتاج لك اكثر من ايدي. فالشي كمول يعني كلش قوي الشي كامل ينكسر بس المهم شي كأنه يهتز الشي وما يهتز. فهسه لازم نربط هاي، هسه نربط هاي مثل ما تشوفون. هسه راح نربطها كلش سهلة وبعدين بس تربط هذا الواير بالبلاي ستيشن، هذا الواير بالبلاي ستيشن وهذا. طبعا شباب مثل ما تشوفون هسه اكو فتحة هنا اللي هي الواير مالته حيكون هالشكل هو مال البنزين وبريك. خلينا نسوي فوكس عليه ما في ذا تقدر لا على هذا الواير سوي فوكس على هذا الواير اللي هو شكله. فخلينا نخليه هنا ندخله بس بالزرف. هاي هذا مربوط بس تربط الواير مال الستيرن بالبلاي مالتك. وهسه راح اشوفكم في الجيم بلاي وشون تشغلوه يعني بألعاب مثل عامل ستيرنج ويل وشون تشغلوه بالألعاب العادية يعني تدعم يعني تشتغل عليه اللي ما يفتحش تدعم. فيلا خلينا نبلش. مثل ما تشوفون شباب هسه رابطة اني هسه يعني بس ربطت اني فصار لي الالعاب اللي تدعم البلاي ستيشن يعني اللي تدعم هو هذا الجهاز الستيرنج ويل. واذا تريد تسوي لي ما تدعمه طبعا شلون تعرف اذا حاطط على ما تدعمه وتدعمه الجلوب لازم هذا يكون مشتغل يعني ما يرمش. اذا دا يرمش يعني معناها الذيك يعني ما تدعمه. فظل داس انت الدقمة قبل ما هاي لازم اول شي خشي لازم تشلعها من البلاي ستيشن. فخشلعه واشوفكم شلون. طبعا لازم نظل دايس على هاي الدقمة وبنفس الوقت تربط الواير يعني تظل دايس عليها تبقى ظل دايس عليها وتربط الواير بالبلاي ستيشن بس تربطه عاد. فخلينا نحضر انه نربطه بس قبل ما تربطه لازم ظل دايس تكون. فخلي اظل دايس هسه صعبة هنا لازم الكاميرا مثل ما تشوفون راح يطلع لكم بالبلاي ستيشن يعني يشوفكم يا يوزر تريد. فخليكم هسه بالبلاي ستيشن شو تصير. طبعا شباب مثل ما تشوفون هسه بدا يرمش جلوب فيعني معناها هذه الالعاب ما تدعمها. فاول شي راح اشوفكم للجي تي اي اللي هي ما تدعمها وبعدين راح اشوفكم للدرايف كلاب. فيلا خلينا نبلش. فمثل ما تشوفون شباب خلينا نبلش بالجيم بلاي نصور. فطبعا مثل ما تشوفون على الهاي واي عود يعني اسهل تنساق بيها. طبعا بجي تي اي كلش عجبني اكثر بصراحة من درايف كلاب. مثل ما تشوفون راح تتعود عليها صحيح هاي من بيها هورن بيها تقدر تبع ورا بس هاني حاط الجام اسود فما راح اشوف كل شي.
يعني حلوة كل السياق ويا حتونس. بس انا بصراحة عجبتني اكثر بهواية انه اسهل، يعني ذيك اصعب بهواية تكون السياقة مالته وتزحلق كلش ما تعرف شو السالفة. فمثل ما تشوفون هسه هاي هي تيشون عليكم بيكلاوات، بس يعني هي حلوة والله كلش عجبني يعني بصراحة. من حد تعود عليها يعجبها كلش. بالبداية حتشوفها كلش صعبة بالبداية العفو، بس يعني حتعود عليها بعدين. ما عندي كاميرا لخ اصور لي جواسي، بس هي يعني كأنه بنزين وبريك عادي شلون سيارة عادية. وطبعا بريك هم تقدر ترجع لي ورا كأنه يتحول الى يد يعني. هنا هاي يصير هورن كيد عادية، والبنزين البريك راح يصير كأنه ال L2 R2، وهذا الحركة كأنه حيصير هاي الاثنين من هنا الحركة هذول الاثنين باليد منا ومنا، ويعني حيصير عادي. ما اعرف اذا سويت فوكس ولا لا، راح اسوي مرتخ ايش شكل حتصير حركة عادية. وهاي هاي الار والال ما اعرف صراحة، اتصور هاي ال اي. فهذا هو كل الجيم بلاي. شوفكم يا فتشي قصير راح اشوفكم. فيلا خلينا نبلش بالدرايف كلوب. طبعا شباب مثل ما تشوفوا هسه راح ابلش، ابدا اصور الجيم بلاي. بس عمود اكد لكم انه هذا يعني كأنه ستيرن عادي، كلوب مدينة مش عادي. فخلي الشكل. طبعا بصراحة اقول لكم رأيي الصراحة عليها، ما عجبتني كل شي يعني. ما اعرف شلون تزحلق كل السيارة اول شي بيها، صعب تتحكم بيها، مو مثل جي تي اي اللي هي اسهل بهواية تتحكم بيها. ويعني نوعك يعني ما عجبتني بصراحة. بس على اكثر اتصور انه اكو يعني مثل من السباق، لعبات من السباق احلى وياها. الحمد لله الاخيرا دائما ما لعبتها اصلا، اشتريتها قالوا لي يعني كلش حلوة بس ما عجبتني بصراحة. من اشتريت الثانية واشتريتها وياها بس ما عجبتني بصراحة كل شيء. يعني تزحلق كل السيارة بيها ما تعرف شو صار. فبس ويا جي تي اي كلش عجبني اني. بس طبعا هو هذا هسه يسوق كأنه ستيرن، هو يعني يعرف انه اني رابط عليه ستيرن ما رابط عليه يده. فبس بجي تي اذا ربطته راسه ما حيشتغل. بس اتصور ما متأكد ما مجرب انا، بس اتصور انه يشتغل لانه على يده. فاتصور حيشتغل اذا ربطته كأنه يعني مثل كأنه يده بس على الدرايف كلوب راح يشتغل. اتصور بس يعني المفضل ان تربطه كستيرن. ما مجرب اني هذيك بصراحة، فلت يعني بوتلوني اذا بشتغل ما عليه يعني. فهذا كان كل الريفيو ويا جي تي كلش حلو. لعبات السباق ما اعرف كدرايف كلوب ما عجبني، بس يجوز على اكثر اتصور انه اكو باقي سباق يعني لعبات بالسباق احلى بهواي. فان شاء الله عجبكم فيديو، اشوفكم فيديو الى اللقاء. لا تنسوا سبسكرايب ولايك للقناة مالتنا. راح نسوي انبوكسينج وهالسوالف يعني هواية. انا هسه صار له هواي وياي، بس قلت اسوي له انبوكسينج لانه ناس هواية يعجبها يعني تشتري، بس حارة انه تشتري له لا. لا تنسوا شباب لايك وسبسكرايب للقناة. ان شاء الله عجبكم الفيديو. طبعا شباب نشكركم، يعني وصلنا 100 سبسكرايبر وتقريبا 20,000 فيوز. فان شاء الله عجبكم الفيديو، اشوفكم فيديو ورا. الى اللقاء. سبسكرايب ولايك لا تنسى. راح نسوي فيديوهات بعد هواية عن يعني انبوكسينج وهالسوالف اللي تعجبكم. ان شاء الله عجبكم الفيديو، اشوفكم فيديو ورا. الى اللقاء. I was the knight in shining armor in your movie.